إنسان بيتدمر من كلمة وإنسان بينهض من كلمة. دكتور، كل الناس لما بتقول لي حاجه بحس ان باخدها على شخصيتي قوي، يعني بحس ان انا عدم ثقه فيا، بحس لما حد يقول لي انت مش كويس فباخدها على باقي حياتي، كل حاجه مش كويسه في حياتي. هنا أنت حساس قوي 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 يا جلال، حساس بطريقة مش مناسبة مع الواقع. ممكن حد ينتقدك في جانب معين من جوانب حياتك، في طريقة تعامل، في طريقة فكر، في طريقة لبس، في أيا كان. خد الكلام على محمل التركيز والاعتبار، فكر فيه. لو لقيت الكلام ده فعلا مطابق ليك، إيه المانع ان احنا نغير ونبدل ونطور من نفسنا؟ لو لقيت الكلام ده مش مناسب ليك، ايه المانع ان احنا نحذفه من حياتنا ولا كأنه كان؟ ما ناخدش الكلمة وتأثر على كل حياتنا وننام ونقوم بيها وننام بنفس المشكلة ونصحى بنفس المشكلة، ندخل في مود اكتئابي أو مزاج اكتئابي، كل ده علشان كلمة اتقالت. وبرضه بقول على الوجه الآخر لازم نخلي بالنا من كلامنا. إنسان بيتدمر من كلمة وإنسان بينهض من كلمة، فالكلمة ليها قوة سواء إيجابي أو سلبي.